النشاط الطلابي، ولكن ليس هناك مانع في الحقيقه ان احنا نتكلم عن هذا المثال. اولا جامعه القاهره يعني منذ سنه فتحت ملفات كانت مغلقه. يمكن احنا عندنا هنشوف مشروع من المشروعات اللي هي طبعا اللي هي معهد الامراض المتوطنه، ازاي من اقل من سنه كان ايه ودلوقتي بقى ايه. ايضا احنا لدينا الجامعه الحلم اللي هي جامعه القاهره الدوليه، اللي هي استلمنا الارض او مضينا عقود الارض منذ ما يقارب الشهر او 40 يوم، وبدانا في الحقيقه ان احنا بنعمل التصورات وبنعمل الرسومات ومرحله استخراج التراخيص اللازمه. والجامعه الان لديها قدره على ان تبدا تمويل ذاتي. يعني النهارده الاصلاح المالي والاداري الذي حدث في جامعه القاهره لدينا القدره النهارده ان احنا نمول مشروعاتنا تمويل ذاتي، لان احنا عارفين كم الاعباء اللي موجوده على الحكومه المصريه في هذه الفتره. عشان حرم الجامعه عندنا يعني له خصوصياته، ففالكون هتلاقيها موجوده اظن في 3 مواقع في حرم جامعه القاهره. 3 مواقع او 4، يعني الباب الرئيسي 5 مواقع. 5 مواقع. شركه فالكون قدمت المعدات. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، خليك بس معايا. مش هي مرات ابوك. لا هي الفلوس اتقالت طلعت من التخطيط للجامعات عشان الجامعات تدفع انا هكمل الان. شوف انا هكمل كلامي وانا بقول الصحيح، المعلومات صحيحه. انتوا عارفين ان انا شفاف.